البنت الجميلة المسكينة دي دخلت السجن ظلم، ومن أول يوم ليها في السجن بقت مطمع للجميع، وبقت مطمع للبنات أكتر من الرجالة، وكل اللي بيشوفها بيكون عاوز يعمل معاها بونجا بونجا. فهمني أنت عزيزي المشاهد ها؟ وهتصعب عليك جدا من كتر الناس اللي بيفتروا عليها وبيضربوها وبيفضلوا يعملوا فيها حاجات غريبة وعجيبة، وبتوصل لدرجة إن هي بطلت تحس بالواقع، وده بيخليها إن هي تتحول لوحش كاسر ومفيش حد بيقدر عليه. الفيلم ده هيعجبك جدا عزيزي المشاهد، بس أهم حاجة ما تنساش تتابعني علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك علشان تشجعنا ان احنا نستمر في نشر الفيديوهات، وما تنساش تقول لي في التعليق ايه رأيك في قصة الفيلم. فيلمنا بيبدأ ببنت حلوة وجميلة اسمها ديانا، وبتكون موجودة في أوضتها وبتعزف على آلة التشيلو، وبيدخل عندها جوز أمها وبيكون سكران، وبيفضل يتحرش فيها وبيضربها وبيحاول يعتدي عليها علشان يعمل معاها البونجا بونجا، وبيفضل يقولها إن هي لازم تشكره وتعمله اللي هو عاوزه علشان هو بيصرف عليها هي وأمها. وديانا بتحاول تدافع عن نفسها فبتخبطه برجلها فراسه بتتخبط في الشباك، وفي اللحظة دي جوز أمها بيموت، ولكن للأسف الشرطة بتيجي وبتقبض على ديانا وبيحكموا عليها. وبصراحة ديانا كانت لابسة جوه الفستان جامد جدا، قصدي الفستان بتاعها كان حلو وجامد جدا، محدش يفهمني صح، واللي فهمني صح يخبط لايك. وبنشوف ديانا وهي بتحكي للقاضي ان جوز امها كان بيحاول يعتدي عليها وان هي كانت بتحاول تدافع عن نفسها، ولكن الصدمه بقى ان امها بتشهد ضدها وبتقول ان جوزها كان محترم ومستحيل يعمل كده، ولكن للاسف القاضي بيحكم عليها بالسجن. تخيل كده عزيزي المشاهد ان القمر ده يتحبس وانت قاعد بره، انا مش عارف ازاي. بهزر عزيزي المشاهد. وبتيجي الشرطه علشان تفحصهم، وبعدها بنشوف ديانا في السجن مع مجموعه من المساجين، وبيكون في واحد مسؤول بيعرفهم بنفسه وبيكون اسمه فرانك وهو مدير السجن، وان هم لازم يسمعوا كلامه وينفذوه من غير ولا حرف. وبعدين كل واحده منهم بتروح الزنزانه مع شركتها، وديانا بيكون معاها بنت اسمها جيني، والاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض بنظرات كلها ضعف وخيبه امل. وبنعرف ان جيني موجوده في السجن بقالها اكتر من 5 سنين، بس اول ما النور بيطفي وقبل ما هم يناموا بنشوف جيني وهي بتعمل مع نفسها البونجا بونجا، وبتفضل تبص على ديانا. يعني جيني طلعت بتحب البنات، واللي فهم يخبط لايك. وتاني يوم في السجن ديانا بتشوف بنت اسمها كودي، واللي بتفضل تحذرها ان هي لو فضلت لوحدها هيحصل معاها مشاكل كتير، وبتطلب منها ان هي تنضم للمجموعه بتاعتها علشان يحموا بعض، وخصوصا علشان هي جميله جدا وعلشان هي جديده في السجن، فكل البنات هيفضلوا يتحرشوا فيها ويعملوا معاها البونجا بونجا ويتسلوا، وان ممكن يطمع فيها مدير السجن. بس ديانا ما بتوافقش ان هي تنضم للمجموعه بتاعتهم، وبتقول لها ان هي بتحب ان هي تكون لوحدها، بس كودي بتفضل تروح وراها في كل حته علشان تحاول تقنعها ان هي تنضم لهم. ولما بتفضل ديانا رافضه الموضوع كودي بتجيب صحابها وبيفضلوا يضايقوها جدا، وكل شويه يضربوها كمان، وبيفضلوا يهددوها ان هي لو بلغت هيخلصوا عليها. وديانا بتروح للدكتوره بتاعت السجن، والدكتوره بتنصحها ان هي تروح لفرانك اللي هو مدير السجن وتقول له علشان هو يقدر يبعدهم عنها. وفعلا ديانا بتروح لفرانك وبتبلغ عن كودي وبتطلب منه ان هو يبعدهم عنها، وبتقول له ان هو يحميها. وفرانك بيفرح بيها كتير وان هي جت تطلب منه مساعده، وبيقول لها ان هو علشان يساعدها لازم هي تهتم بيه، وبيفضل يتقرب منها. يعني من الاخر كده المدير عاوز يعمل معاها البونجا بونجا، ولكن ديانا بتفهم هو عاوز منها ايه، وعلشان كده هي بتطلب ان هي عاوزه تمشي دلوقتي وبتروح على زنزانتها. وجيني بتاخد بالها ان ديانا متضايقه جدا، وعلشان كده بتسالها لو كان المدير عمل معاها حاجه، وديانا بتقول لها لا هو ما عملش معايا حاجه، بس الكل هنا منحرف. وفي الوقت ده جيني بتحاول تتقرب منها وتديها حب وحنان وتلطف الجو شويه. يعني من الاخر كده البنت طمعانه في ديانا وعاوزه تعمل معاها البونجا بونجا، وديانا بتتضايق جدا وبتقول ايه السجن الملعون ده، رجاله وبنات كلهم طمعانين في جسمي وكلهم عاوزين يعملوا معايا البونجا بونجا. بس جيني بتفضل تتقرب منها اكتر، وديانا ما بتقدرش تقاوم نظراتها، وبيعملوا البونجا بونجا مع بعض لاول مره. وتاني يوم بنشوف ديانا بتتمشى مع جيني في السجن، وبتجيلها بنت اسمها كيلا وبتفضل تتنمر عليها. انا بصراحه مش عارف ازاي، مع ان كيلا دي شبه النسناس، مين اللي اتنمر على مين؟ وكيلا بتضربها بالكوره، وديانا بتتضايق جدا من كل حاجه بتحصل معاها، وعلشان كده بتقرر تروح تنضم مع المجموعه بتاعت كودي علشان يحموها. ولما بتروح تطلب منهم ان هي عاوزه تنضم للمجموعه بتاعتهم، كودي بتقول لها ان هي لازم تثبت نفسها في الاول، واحنا هنقرر اذا كنا هنوافق على وجودك ولا لا. وبتقول لها على اول اختبار ان هي لازم تضرب كيلا في ساحه السجن وتخليها عبره لاي حد يتعرض لها. وديانا بتوافق وبتروح تضرب كيلا وبتجيبها من شعرها، وفي الوقت ده بتكون كودي بتصورها بكاميرا موبايل هي مخبياه. وبتيجي الشرطه وبتاخد ديانا وبيطلبوا منها ان هي تقلع هدومها كلها على الظل، وبيكون فرانك بيعاقبها بالسجن الانفرادي لمده 48 ساعه وهي بتكون عريانه تماما. وبعدها فرانك بيشوفها في مكتبه وبيقول لها ان اللي زيها ما بيجيش بالادب، وان هي لازم تسمع كلامه في كل حاجه وتعمل اللي هو عاوزه، ولو هي رفضت هيسيبها في السجن الانفرادي لمده شهر. وساعتها ديانا بتضطر تنفذ كل طلباته لان هي انهارت في السجن الانفرادي على الاخر ومش مستعده ان هي ترجع للسجن الانفرادي تاني. وبعدها
بترجع للمجموعة بتاعت كودي، وكودي بتوافق ان هي تنضم للمجموعة، وبتعلم على دراعها بشعار المجموعة، وبتشربها مخدرات علشان تعدل مزاجها، وهي كمان بتفضل تتقرب منها علشان عاوزة تعمل معاها البونجا بونجا. وبصراحة كده انا نفسي متفاجئ من كمية البونجا بونجا اللي عمالة تحصل مع البطلة من بداية الفيلم. وتاني يوم بنشوف ام ديانا وهي داخلة السجن علشان تزور ديانا، وام ديانا بتقول لها اوعي تفتكري ان انا جاية ازورك علشان انا بحبك، لا انا جاية اعاتبك علشان انت خلصت على جوزي اللي كان بيحبك وبيعاملك زي بنت. وفي اللحظة دي ديانا بتتعصب جدا وبتقول لها ان جوزك ده كان واحد واطي، وكان كل يوم بيحاول يعمل معايا البونجا بونجا، وكان بيعتدي عليا، بس امها مش بتصدقها وبترزعها بالقلم وبتمشي. وبعدها بشوية بنشوف ديانا واقفة مع المجموعة بتاعتها، وبنشوف كيلا بتهجم على ديانا علشان تضربها وترد لها الضرب اللي ديانا ضربته لها، وهي كمان بيكون معاها المجموعة بتاعتها، بس ديانا بترجع تضربها للمرة التانية، وبتبقى خناقة كبيرة ما بين المجموعتين. وفرانك ساعتها بيستدعيها وبيقولها ان هو معاه صور ليها وهي بتتخانق، وان الصور دي بتزود فترة العقوبة في السجن الانفرادي. وقبل ما يخلص كلامه ديانا بتفهم هو عاوز ايه، وديانا بتقلع هدومها وهي ساكتة، وبيعمل معاها البونجا بونجا وبيديها مخدرات عشان تعدل مزاجها، وبيعمل معاها البونجا بونجا 3 مرات في خلال ساعة واحدة. ترجع ديانا للزنزانة بتاعتها وهي متعصبة جدا من كل اللي حواليها وحتى من الجيني، وبتديها بالقلم، بس بترجع تندم وبتحضنها وبتراضيها. وتاني يوم في خلال فحص المساجين الضابط بيشوف إصابة في خد جيني، وبيبص لديانا وبيفهم ان هي اللي ضربتها، وعلشان كده الضابط بياخدها لفرانك علشان يعاقبها. والمرة دي فرانك مش بيعمل معاها البونجا بونجا، لا بالعكس بيعمل لها مساج عشان هي تسترخى، ولكن وهو بيعمل لها المساج بنشوفه وهو بيهددها وبيقول لها ان هي لو فضلت تعمل مشاكل هيوديها على سجن الستات الكبار، وما ادراكي بسجن الكبار. وديانا بتطلع من عند فرانك وبتروح لكودي وهي متضايقه جدا، وبتطلب منها مخدرات علشان مزاجها سيء جدا، وكودي بتديها مخدرات، بس بعد شويه ضميرها بيأنبها وبتقول لها ان كل المشاكل اللي انت فيها دي بسبب المخدرات، وان هي لازم تقلل من المخدرات. بس ديانا بتتعصب وبتطلع علشان تقعد لوحدها، وبتشوف بنات كمان معاهم مخدرات وبتروح تقعد معاهم وبتفضل تشرب لحد ما بتتعب جدا، وكودي بتكون شايفاها وبتشفق عليها جدا، وعلشان كده بتستناها اول ما تروح الزنزانه علشان كودي تروح وراها. وانا عارف عزيزي المشاهد ان اكيد خيالك رسم لك ان هي رايحه وراها علشان تعمل معاها البونجا بونجا، بس احب اقول لك لا، ده ما حصلش. وكودي ساعتها راحت وراها علشان تطلب منها ان هي تبطل مخدرات، وساعتها كودي بتهددها من المفك علشان تبطل مخدرات، وساعتها ديانا بتتعصب وبتتف في وشها، بس علشان كودي بتحبها ما بتعملهاش حاجه، بس بتقول لها ان انت ما بقيتيش من المجموعه بتاعتنا، ومن دلوقتي احنا مش هنحميكي تاني. وبما ان ديانا دلوقتي ما بقتش من ضمن المجموعه بتاعت كودي، بتيجي كيلا وبتدور عليها علشان تضربها. بتكون ديانا في حمام البنات وبتستحمى، وانا بصراحه مش هقدر اعرض لكم مشاهد ديانا لان هي كانت من غير ملابس خالص، زلط ملط يعني، وكيلي بتفضل تضرب فيها بشكل متوحش جدا. وانا نفس ديانا بتصعب عليا جدا لان هي فعلا بنت حلوه جدا، خصوصا وهي زلط ملط، بس محدش يفهمني غلط، واللي يفهمني غلط يخبط لايك. وبعد ايام بنشوف ديانا مستمره في حالتها السيئه وبقت متعوده على المخدرات، وفي يوم ديانا بتهجم على كيلا وبتعدمها العافيه، وبتتدخل الشرطه وبياخدوها وبيحطوها في الحبس الانفرادي. وبعدها بنشوف فرانك بيروح لها وبيقول لها ان انت لو اهتميتي بيا اكتر انا طلعت من الحبس الانفرادي. واول ما ديانا بتخرج من الحبس الانفرادي بنلاحظ ان ديانا مش قادره تعيش من غير المخدرات، وبتجيلها كودي تاني وبتطلب منها ان هي تبطل مخدرات وان هم يرجعوا اصدقاء، بس ديانا بترفض، وكودي بتتعصب وبتمشي، وجيني بتحاول تساعد ديانا وبيعملوا واحد بونجا بونجا على السريع. وبنشوف ان جيني بتحاول تهتم بديانا وبتحاول تخليها تبطل مخدرات، بس ديانا ما بتقاومش وبتروح تشرب تاني مخدرات مع البنات، بس كودي المره دي بتشوفها وبتتعصب جدا وبتحاول ان هي تمنعها، وبيحصل ما بينهم مشكله كبيره، وده بيخلي الحراس ان هم يتدخلوا. وفي اللحظه دي ديانا بتحط آلة حد على رقبتها وبتهددهم ان هم لو ما بعدوش وسابوها في حالها هتموت نفسها، بس في واحد من الحراس بيمسك ايديها بسرعه وبياخد منها الآلة الحاده. وبعدها بنشوف ديانا موجوده في الحبس الانفرادي تاني، وبتكون عريانه كالعاده، وبتفضل اكتر من يومين موجوده في الحبس الانفرادي من غير مخدرات، وعلشان كده جسمها بينهار علشان جسمها بيكون محتاج لمخدرات، وبتفضل تضرب في نفسها وتحك في جسمها، وبتكون حالتها صعبه جدا لدرجه ان هي بتعور نفسها بقطعه من البلاستيك علشان تنتحر، ولكن لحسن حظها في ضابط بيشوفها وبيحاول ينقذها، وقبل ما هي تموت بيكون الضابط انقذها ونقلها للمستشفى علشان تتعالج. وبعدها بنشوف ان في بنات كتير قوي في المستشفى بيتعالجوا بسبب المخدرات. وبعدها بكام يوم بنشوف ديانا وهي مصدومه من كميه البنات اللي بتموت من شرب المخدرات
مخدرات بكميات مبالغ فيها، وساعتها بتنهار علشان بتكون عرفت هي عملت ايه في نفسها، وعلشان كده بتطلب ان هي عاوزه تشوف امها. وبالفعل بتيجي امها، ولكن بنتفاجئ ان امها اتغيرت جدا وندمانه ان هي شهدت ضد بنتها ودخلتها السجن، وبتكون عرفت سلوكيات جوزها السيئه وان هو كان كل شويه بيعمل بونجا بونجا مع البنات الصغيره. وفي اخر الزياره بنشوف امها وهي بتوعدها ان هي هتطلعها من السجن. وبعد فتره بنشوف ان ديانا خلصت علاجها في المستشفى، واول ما بتطلع بتروح على فرانك على طول. بس المفاجاه بقى ان احنا بنشوف ان ديانا هي اللي بتعرض عليه ان هي تعمل معاها البونجا بونجا. هنيالك يا ابن المحظوظه. ولكن المفاجاه الاكبر بقى ان فرانك المره دي هو اللي بيرفض، وبدل ما يعمل معاها البونجا بونجا بياخدها على اوضه فيها تشيلو علشان ديانا تتدرب وتشارك في عرض المواهب. وبنلاحظ ان فرانك معجب بيها جدا. وبعدين بنشوف كودي عرفت اللي حصل مع ديانا وبتغير من علاقتها مع فرانك وان هو جاب لها تشيلو تعزف عليه، وبتروح لديانا وبتعورها في وشها وبتخلي اصحابها كمان يضربوها وبيكسروا دراعها علشان ما تعزفش على التشيلو. وبعدها بنشوف ديانا عند الدكتوره بتاعت السجن علشان تعالجها، وبنشوف فرانك راح لها وبيعتذر ليها وبيقول لها ان هو هيعاقب كودي، وبيفضل يتقرب منها قدام الدكتوره، والدكتوره بتنصدم. وبعدها بنشوف ديانا رايحه للدكتوره وبتحكي لها عن علاقتها مع فرانك وان فرانك بيعمل بونجا بونجا مع كل بنات السجن. والدكتوره بتوعد ديانا ان هي هتفضحه قدام السلطات، ولكن للاسف فرانك بيكون بيشوفهم وبيسمعهم في كاميرات المراقبه، وعلشان كده بيبعت بنات علشان يضربوها ويسكتوها ويخلوها ما تحكيش لحد. بس بعدها الدكتوره بتروح لفرانك وبتهدده وبتقوله ان هي هتفضحه وهتحكي كل حاجه. وهنا بقى فرانك بيبعت بنت من المساجين وبتقتل الدكتوره. وفي الوقت ده ديانا بتتصدم اول ما بتشوف الدكتوره فرقه الحياه. وبعد ايام بيجي يوم عرض المواهب وديانا بتبدا تعزف على التشيلو، وبنلاحظ ان كل الموجودين بيعجبهم عزف ديانا جدا. وبعد الحفله بنشوف فرانك راح لديانا وبيقول لها ان هو هيطلعها من السجن وان هو هيعرضها على لجنه الافراج المشروط. وديانا بتفرح جدا وهو بيستغل الفرصه وبيخليها تعمل له البونجا بونجا، بس المره دي على طريقه الناس اللي بيحبوا بعض. وبترجع ديانا على الزنزانه وبتحكي لجيني على كل حاجه حصلت معاها، بس جيني بتحذرها وبتقول لها اوعي تسمعي كلام فرانك لان هو كذاب كبير. وفي اللحظه دي ديانا بتتضايق جدا وبتحس ان هي اتغدر بيها وبتشك ان هو اللي خلص على الدكتوره. وفي الوقت ده ديانا بتقرر ان هي لازم تتخلص من فرانك، وساعتها بتروح لكودي وبتطلب منها الكاميرا. كودي بتوافق وبتدي لها الكاميرا. وهنا بقى ديانا بتروح لفرانك وبتفضل تغريه كتير علشان يعمل معاها البونجا بونجا. وهنا بقى بنلاحظ ان ديانا في المره دي كانت بتصوره. وبعديها بفتره صغيره بنشوف ان لجنه الافراج المشروط بعتت لديانا دعوه حضور علشان يسمعوا ديانا وان هي فعلا ممكن تطلع من السجن بس بشكل مشروط، يعني هيطلعوها لو هم اتاكدوا ان هي سلوكها اتغير وبقت احسن. وساعتها بنشوف ان ديانا قدرت تقنع اللجنه وتقول لها ان هي بقت احسن وبقت افضل كتير. بس فرانك بيطلب منهم ان هم ما يصدقوهاش علشان هي ما اتغيرتش وفضلت فعلا تعمل مشاكل طول الفتره اللي هي قاعده فيها في السجن. يعني من الاخر كده بنعرف ان فرانك مش عاوز ديانا تخرج من السجن وان هو عاوز ما يضيعش منه فرصه ان هو يقدر يعمل معاها بونجا بونجا كل يوم مدى الحياه. وعلشان كده فرانك اعترض على قرار الافراج. وفي اللحظه دي ديانا طلعت الكاميرا اللي كانت معاها واللي صورت بيها فرانك وهو بيعمل معاها البونجا بونجا، واللجنه بتكون مصدومه من اللي سمعته وشافته. وفي اللحظه دي فرانك بيحاول ياخد منها الكاميرا ويمسح الفيديو، ولكن من غير فايده لان خلاص بتكون اللجنه شافت الفيديو. وهنا اللجنه بتاخد قرار ان فرانك لازم يتحبس دلوقتي. وفي اللحظه دي بياخدوا فرانك علشان يتحبس قدام كل البنات وبيفرحوا فيه جدا. وبعدها بنشوف اللجنه بتقرر ان ديانا لازم يتفرج عنها، وقالوا لديانا ان هم قرروا يفرجوا عنها علشان سببين. السبب الاولاني ان هي اتغيرت وان هي بقت احسن، والسبب الثاني ان هي ساعدتهم ان هم يمسكوا فرانك ويكتشفوا كل الحاجات الوحشه اللي هو كان بيعملها في السجن. وفي اللحظه دي بنشوف ديانا وهي بتودع جيني وكودي. واول ما ديانا بتطلع من السجن بنشوف ان امها كانت مستنياها. وبعد فتره بنشوف ديانا في حفله محترمه وبتعزف وكل الناس بيعجبها عزف ديانا وامها بتكون فخوره بيها جدا. وهنا بقى بينتهي فيلمنا الجميل. بس انا حابب اقول لكم ان المره دي انا عامل مسابقه. لو انت كنت مركز في الفيلم عزيزي المشاهد اكتب لي في الكومنتات كم مره اتعملت بونجا بونجا في الفيلم. واللي كتب الفيلم ده هو نور فوكس، واللي سجل الفيلم هو برضه نور فوكس. اما بقى اللي منتج هو نور فوكس، وانت دلوقتي بتشوفه على صفحة نور فوكس. ايه تاني؟ وطبعا ما تنساش لو انت على اليوتيوب تابعنا على فيسبوك، لو انت على الفيسبوك تابعنا على اليوتيوب، وهسيب لكم لينك للانستجرام بتاعي موجود فوق الفيديو. يا ريت تشرفوني في الانستجرام، مستني منكم تبعتوا لي لينكات هناك لافلام مستنيين منها ملخص. وطبعا ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو علشان تساعدني ان انا استمر في النشر، وشير بقى علشان نوصل لاكبر عدد ممكن.